الفيديو ده لازم أي سوداني يحضره. أنت كسوداني افتخر إنك من دولة عظيمة زي دي. عندنا في السودان يقول لك الزول ده أبا يجي. كلمة أبا وقت نجي نفتش عنها بنلقاها في القرآن في الآية: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. برضو يقول لك الزول ده نهرني. لما نجي نفتشها في القرآن بنلقى: وأما السائل فلا تنهر. ويجي يقول لك برضو كده زح علي كده. زح دي لما نجي نفتشها في القرآن بنلقى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعندنا تاني يقول لك الزول ده نبذني. لما نجي نفتش عنها في القرآن بنلقى: ولا تنابزوا بالألغاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عندنا برضو لما انتزع الزول من أخباره يقول لك والله ما في عوجة. ما في عوجة. عوجة دي لما نجي نبحث عنها في القرآن بنلقى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. برضو يجي الزول يقول لك نعلاتي وين؟ نعلاتي لما نجي نبحث عنها في القرآن بنلقى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. برضو عندنا يقول لك والله انت زول رمة خلاص. رمة دي لما نجي نبحث عنها في القرآن بنلقى: غال من يحيي العظام وهي رميم. رميم نفس معنى رمة، أي يعني حاجة منتهية. يعني حاجة منتهية، حاجة خلاص كده. وبس ده جزء بسيط من كلمات كثيرة في اللهجة السودانية مذكورة في القرآن. السودان أصل البشر. السودان أصل الحضارة. شكرا للمشاهدة، وما تنسوا تدعموا الفيديو ده بمشاركة عشان العالم كله يعرف. والسلام عليكم ورحمة الله، ونتلاقى في فيديو تاني.